النهارده انا هقدم لكم واحد من افضل المثقفين السكر الصغيرين اللي انا بتابعهم وبشوفهم عاوزين تحيه كبيره جدا للبطل آسر. سقفة. فداك عادي. النهارده انا كنت معايا في التيم بيقولوا لي احنا عاوزين نبدا بالشباب اللي هم الكبار كده القدوه. تمام؟ انا واسر شبه بعض بس هو اغنى مني شويه. فقلت لهم بصوا احنا عندنا ما شاء الله مثقفين السكر بتوعنا عظماء قوي. تمام؟ بس انا عاوز الابطال الصغيرين تطلع وتتكلم بطلاقه. تمام؟ نسمع الآسر دلوقتي. مساء الخير جميعا. في الأول أحب أشكر كل القائمين على الإيفنت، وأنا سعيد جدا بالتواجد مع حضراتكم ومع أبطال السكر وأهاليهم. النهارده هتكلم عن موضوع مهم جدا وهو عن هبوط السكر. أنا حابب الأول أسألكم سؤال، مين فينا قبل كده اتخض من هبوط السكر؟ أكيد معظمنا أو كلنا، بس الخوف ده بيقل تدريجيا لما بنعرف ازاي نتعامل معاه صح، والنهارده هنتعلم مع بعض ازاي نتعامل معاه. في الأول تعالوا نعرف مع بعض ايه هو هبوط السكر. هبوط السكر يعني انخفاض مستوى السكر أقل من 70، وليه أعراض أولية وأعراض متقدمة. الأعراض الأولية بتكون زي رعشة، عرق، جوع مفاجئ، وسرعة ضربات القلب. والأعراض المتقدمة اللي هي بتأثر على المخ وهي دوخة وزغللة وصداع وصعوبة تركيز ونعاس شديد. وكمان بيحصل عندنا تغير في السلوك، يعني مثلا نلاقي الطفل يبكي بدون سبب أو يتعصب بدون سبب أو يرفض الكلام أو التجاوب. وهنا أحب أوجه رسالتي لكل أب وأم ساعتها، ما تلومش طفلك ساعتها، احضنه وطبطب عليه وقيس له السكر. وتعالوا وفي نقطة مهمة جدا وهي تشابه أعراض الهبوط مع الارتفاع، زي دوخة وزغللة وصداع وصعوبة تركيز. الأعراض دي ممكن تحصل في الهبوط والارتفاع كمان. وهنا بقى الحل السحري ايه؟ هو قياس السكر. طب لو ما عندناش جهاز قياس السكر، الحل بسيط، نعتبره كأنه هبوط فوري، لأن الهبوط أخطر بكتير على المخ. وتعالوا دلوقتي نعرف مع بعض إيه هي أسباب الهبوط. أسباب هبوط السكر ممكن تكون زي جرعة أنسولين زيادة، يعني خدنا جرعة أنسولين أكتر من احتياج الجسم، أو اتأخرنا في ميعاد الأكل، يعني خدنا الأنسولين وتأخرنا في ميعاد الأكل الأساسي. أو مجهود زيادة، يعني عملنا مجهود بدون ما نعوض بكارب أو ننقص الأنسولين، أو نحسب الكارب غلط، أو أوقات المرض، يعني لما يكون عندنا مثلا نزلات معوية. وفي سبب مهم جدا وممكن ناس كتير ما تعرفهوش، وهو تدليك التكتلات. التكتلات دي بتتكون لما بنكرر حقن الأنسولين في نفس المكان كل يوم، والتكتلات دي بتكون عاملة قنبلة أنسولين تحت الجسم تحت الجلد. فلو دلكناها القنبلة دي بتنفجر فبتعمل هبوط سكر فوري. طب ازاي بقى نتعامل معاها؟ تعالوا نعرف مع بعض. ممنوع تدليك المكان نهائيا، نريح المكان شهر وندهن مرهم زي سرومبيكس وبالطبطبة، ونحط كمادات مية دافية. وممنوع تدليك المكان نهائيا، والأفضل نغير أماكن الحقن باستمرار. طب إيه هي طرق الوقاية من الهبوط؟ تعالوا نعرفها مع بعض. أول حاجة قياس السكر بانتظام، تاني حاجة حساب الكارب بدقة، تالت حاجة مراعاة النشاط البدني، رابع حاجة تغيير أماكن حقن الأنسولين، خامس حاجة وهي تنظيم مواعيد الأكل. وتعالوا نعرف مع بعض ازاي نتعامل مع هبوط السكر. هبوط السكر بينقسم ل3 مراحل، مرحلة خفيفة ومرحلة متوسطة ومرحلة شديدة. تعالوا نبدأ مع بعض بالمرحلة الخفيفة. المرحلة الخفيفة دي بيكون السكر أقل من 70، وهنا
ناخد 15 جرام كارب سريع، يعني معلقة عسل أو مربى أو سكر أو نص كوباية عصير، ونستنى ربع ساعة. لو السكر ما رفعش نعيد رفع السكر تاني، ولو السكر رفع فوق 70 هنا بقى نعمل خطوة مهمة جدا وممكن أبطال كتير ما يعرفوهاش، وهنا نثبت السكر. ولما أبطال كتير بيجوا يثبتوا السكر بينزل تاني لأنهم بينسوا يثبتوا. وتعالوا نعرف مع بعض إزاي نثبت. ناخد كارب زائد بروتين، يعني زي سندوتش جبنة أو كوباية لبن أو زبادي أو من 2 ل3 بسكوتات، أو يا سلام بقى لو بيضة مع خضار. وتعالوا دلوقتي نعرف المرحلة المتوسطة. المرحلة المتوسطة دي بيكون السكر أقل من 54. وهنا هنعمل زي ما شرحنا في الشرح اللي فات، بس بدل ما هناخد 15 جرام كارب هناخد من معلقتين ل3 معالق، وبدل ما هناخد نص كوباية العصير هناخدها كاملة. وخلوا بالكم يا أبطال من نقطة مهمة، إن إحنا عندنا 3 محاولات بس إن إحنا نحاول نرفع السكر. لو السكر ما رفعش فيها نحاول تاني، ولو السكر ما رفعش نحاول تاني. هنا ما ينفعش نحاول تاني لأن في حاجة منع الامتصاص ونطلع على الطوارئ فورا، والطبيب هو اللي يعرف يتعامل معانا. وتعالوا دلوقتي ندخل في المرحلة الشديدة واللي هي مرحلة فقدان الوعي. والمرحلة دي ممنوع نأكل أو نشرب الطفل لمنع إنه يشرق مننا. هنا نعمل إيه بقى؟ تعالوا نعرف مع بعض. أول حاجة نتصل بالطوارئ. تاني حاجة لو عندنا حقنة الجلوكاجون ومتدربين على استخدامها نديها له، ولو مش عندنا نجيب عسل وندهنه حوالين لثته لحد ما الطوارئ توصل. وفي نقطة مهمة جدا وقت الغداء، في أبطال سكر كتير ولما ينخفض السكر عندهم ويجي ميعاد الوجبة الأساسية بتاعهم يقولوا أمهاتهم بيقولوا طب ما هم كده كده هبطانين فنديهم الوجبة على طول، وده غلط جدا لأن الوجبة فيها دهون زائد بروتين، والدهون زائد البروتين بتقلل امتصاص السكر، فالطفل بيقعد في انخفاض السكر فترة أطول وده خطر على المخ. طب التصرف الصحيح إيه؟ إن إحنا نرفع السكر الأول ونستنى ربع ساعة. لو السكر رفع بنثبت زي ما اتعلمنا في الشرح اللي فات، وبعد كده ناخد الأنسولين على طول وناكل فورا ما نستناش وقت. وهنا تعالوا نعرف مع بعض ليه الجسم بيفقد الإحساس بالوجود. بسبب تكرار فليه المخ بيديناش انذارات علشان المخ اتعود بالوجود. طب احنا نتصرف ازاي؟ ان احنا نظبط السكر في الدم لفترة، وهو الجسم هيبرمج نفسه على انه يدي انذارات تاني. الخلاصة واهم النقط، لو السكر اقل من 70 15 جرام كارب سريع، لو السكر اقل من 54 كمية اكبر، لو في فقدان وعي على الطوارئ. تثبيت السكر ضروري بعد اي هبوط لمنع الهبوط مرة اخرى. تشابه الاعراض، القياس هو الحل، ولو مفيش جهاز نعتبره كأنه هبوط. وعندنا 3 محاولات فقط لمحاولة رفع السكر، لو السكر ما رفعش نطلع على الطوارئ فورا. وممنوع تماما تدليك التكتلات لان دي قنبلة انسولين موجودة. وافتكروا دايما ان واحنا ابطال هبوط السكر ممكن يكون خطر، لكن بالعلم والتصرف الصح نقدر نعدي اي هبوط. وافتكروا دايما ان احنا الابطال قد اي تحدي.